السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل حوش اسكندراني بس بطريقة سهلة وهتعجبكم إن شاء الله. أنا عندي هنا كيلو دقيق، أو لو أنت عايزة نص كيلو على حسب عدد اللي عندك. تمام. أول حاجة هنخله أهو زي ما انتوا شايفين. بصوا بقى، خلاص كده أنا خلت الكيلو أو نص كيلو على حسب ما انت برضو عايزة. هحط شوية ملح، كيس خميرة، هحطهم في العجان على ايديك اللي انت عايزاه. المية بقى على حسب الدقيق ما ياخد معاكي. يعني ادي كوباية لبن وادي كوباية مية، مش هياخد اكتر من كوبايتين الكيلو. تمام. وربع كوباية زيت. يلا بقى هنا كده هنلت ونعجن. تحطي كل همك في العجين، اي حد مضايق حطيه مكان العجين على طول وفرميه. تمام. اهو كده زي ما احنا شايفين. هركنها لما تخمر. بصوا بقى، انا عندي بصل بس البصل ده يجي كتير شويه، هقولك الزياده هعمل بيه ايه. هقطع البصل وهقطع الفلفل الاخضر والفلفل الحامي على البارد، بس كل حاجه لوحدها. تمام. هفضيهم على بعض. هاخد حوالي نص كيلو بصل والباقي هشيله لحاجه تانية. ادي نص كيلو بصل بالفلفل على قد نص كيلو لحمه مفروم. تمام. هقلبها كويس. هحط بقى البهارات بتاعتي، برضو البهارات اللي انت عايزاها، بس انا هديكي اقرب طعم واحلى طعم. هنحط شويه خضره. عندي توم باودر، بصل باودر، كمون، فلفل اسمر، كزبره ناعمه، شويه ملح. بس دي البهارات. لو عايز تحطي جنزبيل حطي، هو طعمه جميل قوي. بس كده هقلبه. كده بقى العجينه ارتاحت معايا وخمرت. هقطعها زي ما انا عايزه. يعني انا هقطع 10 كور، انت برضو على حسب العدد اللي عندك. انا هعمل لكل فرد عندي رغيفين. الصينيه فيها زيت وهبتدي هكور كده. هقطعها 10 متساويين زي ما انا عايزاه. عايزه اكتر اوكي، عايزه اقل براحتك يعني، على حسب حجم الرغيف اللي انت عايزاه. اهو كده يا حبايبي زي ما انتوا شايفين. هقطع على 10. هركنها 10 دقايق كده بس تريح. تمام. نعمل بقى الخطوه اللي بعديها. اهي كده هغطيها وترتاح شويه. هجيبها كده على الرخامه عندي وهفرد. خلي سمكها كده حوالي سنتي. وحطي بقى شويه خلطه وكتري كده وما تستخسريش. تمام. ابتدي بقى من فوق كده كوريها، دخلي العجينه في قلب بعض. هتخلي العجينه المتنيه دي من فوق والسليمه من تحت في الصينيه، عشان لو في اي حاجه اثناء الفرد تعرفي تعالجيها. عشان هي لو تحت مش هتعرفي تعالجيها ولا تلم اللحمه لا تقع منك. خلي الفتحه من فوق. ايوه زي ما احنا شايفين كده. اعمل معاكم رغيف تاني. يلا كده هجيب واحده وهفردها. برضه هحط فيها شويه خليط. تمام. الخليط بقى اللي انت عايزاه، عايزه سجق، عايزه سوسيس، اللي انت عايزه تحطيه حطيه، عايزه مفروم، اي حاجه انت عايزاها من جوه احشيها. خلاص كده. هعمل بقى نوع بسمسم ونوع من غير سمسم. عايزه حبه البركه حطي، عايزه كله ساده مفيش مشاكل. انا بحب بسمسم. خلاص كده. بس هخلص كله كده. ادي بقى حبه البصل الزياده خدتهم على نار بسمنه وزيت، ومسكتهم صفرتهم ما حمرتهمش، بردوا شويه. قطعت خضره عليهم. هعمل لكم حاجه جميله قوي. تمام. ادي الخضره خلاص. عندي فلفل اسمر، كمون، ملح. بس عندي بقى شويه مفروم كده ما كانوش هينفعوا اي حاجه، ما ينفعوش اي صينيه. خدتهم حطيتهم عليها مش هيكسروا. عندي 4 بيضات، عندي 4 معالق دقيق. تمام. هقلبهم كويس. عندي نص معلقه بيكنج باودر. هفضيهم في صينيه مدهونه زيت زي ما انتوا شايفين كده. هدخلها الفرن. دي ايه؟ دي العجه. عجه جميله جدا هتعجبكم. عندي هنا سلطه بلدي والعجه كانت خلصت جميله جدا والحواوشي خلص. بصراحه الاكل في منتهى الجمال وخفيف، وان شاء الله الطريقه تعجبكم وتجربوها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.